السلام عليكم. ما جبتش مجموع في ثانوية عامة نعم. واضطريت تروح محافظة بعيد عن محافظتك، نعم. وطبعا عشان المشوار اضطريت تاخد سكن، بس جارك اللي انت مأجر منه مكرهك في عيشتك ومكرهك في السكن. نعم ونعم ونعم. ما تقلقش، حلك عندي. فيلا بسم الله نبدأ. أول حاجة هتحتاج تخش شقته وتقلب لك منها كام حاجة هنحتاجهم بعدين. رقم 1، لو طلع بيشرب حاجة استغفر الله، هتستناه يخلص اللي بيعمله وتحط له فيها فوار. ومش بس كده، انت كمان هتبوظ له الحمام، فالمفاجأة بقت 2. ولو ما جابتش نتيجة والموضوع كان عادي بالنسبة له، هقولك استنى لسه التقيل مجاش، هتبوظ له الكرسي ويتقلب بيه. بس ما تغلطش غلطتي وحاول تستخبى على طول عشان لو مسكك. ولو ما جابش نتيجة برضو، هنبدأ في الخطة التانية. والخطة التانية بتقول انك تستناه لحد ما يجي عيد ميلاده. بس اوعى يصعب عليك لو شفته بيحتفل لوحده. اوعى تنسى اللي بيعمله فيك. وانت معدي لو لقيت صوت المرحومة وسمعت صوت الفنان اللي جواك بينده بيتكلم، طلعه. هتقولي تطلعيه؟ هقولك الفنان اللي جواك. ودلوقتي نخش على التورته. بسم الله كده. هتبدأ تبدل كل الشمع بديناميت، وخليها ديناميت خفيف عشان مش عايزين نأذيه. ولو وصلت لحد هنا كده قدامك خيارين. الخيار الأول إنك نجحت فهترقص رقصة الانتصار. الخيار التاني إنك فشلت فهتكمل معايا بقية الفيديو. ارمي بقى كل اللي قلتهولك ده وتعال نبدأ تاني على النظافة. يا جدعان في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ لو حسيت يوم إنه داخل يستحمى بالظبط، اعرف إن ده يومك المميز. انت بتقول ايه؟ أولا تستنى قبل ما يخش تبتدي تبوظ الفوطة بعلبة حبر. وهو بينشف نفسه هيتفاجئ إنه بقى الرجل النجا. ولو حسيت في وقت من الأوقات إنه راجل مثقف وبيقرا كتب، يبقى لازم تتصرف وتبوظ اللي بيقراه. ما هو مش منطقي يبقى مرخم عليكم مش سايبك تذاكر وتسيبه يقرا براحته. وطبعا ما ينفعش نكمل من غير ما نستخدم كريم إزالة الصلع من المناطق الحساسة، تحطه له قبل ما يخش يستحمى عشان يبقى شبه أم طرزان. وطبعا ما تنساش البنبوني اللي هتبدلها بقوة الرغوة. بابا What's that? وأهم نصيحة، خلي بالك لو مسكك هيبقى هنيئا لك. ولو طلع مهتم بالورد حط له فيها جبنة قديمة بوظ له ريحته. ولو فكر نفسه موسيقار وبدأ يعزف وانت مش عارف تذاكر، هتمسك القلم وتبوظ له النوتة، وبكده هيبطل اللي بيعمله. وطبعا واحد بالمواصفات دي أكيد بيكره اللعبة الحلوة، بيزعل العيال الصغيرة وبيهددهم. ما تقلقش، حلك عندي. انت هتبدل الكرة كفر بكرة بولينج 25 كيلو. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ وصدقني مش هيكررها تاني. هتقول افرض طلع ما بيعملش كل دوت، هقول لك يبقى الجاية اكيد هتصيب. لو طلع بيحب المطبخ يبقى بدأت الخطة الرابعة. 1، هتحط له صابون في أرضية المطبخ عشان تبدأ الخطة، وتبدل الكريم شانتيه بمسح والغسيل. وانت قبل كده طلعت روح الفنان اللي جواك وبوظت صورة المرحومة. وبعد اكيد ما خلصت كل دوت، يبقى رديت جزء من اللي صاحب الشقة وريهولك او اللي عمله فيك. وبكده تكون خلصت مهمتي هنا. لو عايزين جزء تاني اكتبوا في الكومنتات. وسلام.